السبانخ من الحاجات اللي ناس كتير جدا ما بيحبوهاش، وللأسف بيصدروا الفكرة دي لأولادهم والناس تانية. فبالتالي ناس كتير ما بقتش بتحب السبانخ بناء على ان هي مثلا طعمها وحش، مش مشجعة. بس النهاردة انا جاية بقى مش هقول وصفة، انا هتكلم عن فوائد السبانخ. السبانخ سهلة جدا في ان احنا نعملها يعني، وناس كتير طبعا اكيد بيعملوها بطرق افضل، وبيعملوها كل واحد بيعملها بطريقته، وكل بلد بتعملها بالطريقة بتاعتها. في ناس بتضيف رز، وفي ناس بيعملوها كفطاير. احنا اهم حاجة في النهاية ان احنا نعملها بالطريقة اللي تشجعنا ان احنا ناكلها. يعني انا بحب اعمل السبانخ بالطريقة التقليدية، دي الطريقة اللي أنا معتمداها. ما بضيفش ليها رز، بحب أكلها جنب رز، لأني بحس إن هي كوجبة غدا يعني، جنب الرز وقطعة لحمة أو قطعة فراخ، يعني وجبة غنية جدا وكافية إن هي تشبعني ل6 ساعات قدام. فدي فايدة من الفوائد المفيدة جدا في السبانخ، إن هي بتحسسنا بالشبع لوقت طويل، لأن فيها ألياف وفيها كمية من المية اللي بتغنينا إن احنا ناكل بعدها بوقت قليل. كمان من الفوائد المميزة جدا في السبانخ ان هي بتحسن المود يعني، وده مش هزار، ده بجد يعني، مش حاجة كده بنقولها وخلاص، لا دي حاجة علمية. سبانخ مفيدة جدا للقولون، بتحسن الهضم، فبالتالي بتحسن من المود، لان لو القولون بتاعنا مش متظبط احنا المود بتاعنا بيبقى يعني في النازل، بنبقى متعصبين مش مبسوطين. فيعني نادرا لما كمان بنلاقي اكلات بتظبط لنا المود وبتحسس لنا نفسيتنا. فنكتر من اكل السبانخ، بمناسبة كمان ان احنا داخلين على موسم كله عدوى وبرد وانفلونزا. فالسبانخ بتقوي المناعة، يعني فيها عناصر غذائية وفيتامينات، فيها كمية كبيرة جدا من فيتامين سي. وفيتامين سي كلنا عارفين ان هو بيقوي مناعتنا وبيحمينا من الفيروسات اللي بتبقى موجودة في فصل الشتاء. فيعني لو احنا هناكل السبانخ كل يوم، يعني دي حاجة هنحس ان احنا صحتنا هتبقى افضل كتير في فصل الشتاء، وعايزينها بجد نجرب ونلاحظ نفسنا. يعني لو هناكلها مش هنقول كل يوم، يوم بعد يوم او مرتين في الاسبوع، بجد هنلاقي فرق. لو احنا ما بناكلش السبانخ او مش متعودين عليها، هنحس ان احنا صحتنا افضل، وان احنا ما بنتعبش كتير، ما بيجيلناش برد كتير. حاجات بسيطة جدا ورخيصة يعني. انا عايزة اقول لكم ان حزمة السبانخ ب5 جنيه يعني، فيعني ما فيش ارخص من كده، مش غالية. يعني لو هنقول مثلا الحاجات اللي فيها فيتامين سي، او الحاجات اللي بتقوي المناعة، او الحاجات اللي بتحمي القلب، حاجات جامعة كل الفوائد دي في حاجة واحدة ورخيصة قوي كده. فاحنا لا بجد لازم نعتمد السبانخ في اكلنا بشكل يومي. كمان السبانخ بتساعد على التخسيس، لان لسه قايلة من شوية ان هي بتحسسنا بالشبع لوقت طويل. فلو احنا كلنا حاجة وقعدنا وقت طويل شبعانين، فيعني اكيد مش هناكل كل شوية، يعني هنقفل بقنا، فهنحس ان احنا هنخس مع الوقت، لان احنا مش هنفضل طول الوقت بناكل. وخصوصا في فترة الشتاء، فترة الشتاء احنا بنبقى عايزين ناكل كل ساعة وكل نص ساعة حتى يعني. فيعني من الاكلات المميزة قوي والمفيدة، واللي بتخسس وكمان بتحمي بشرتنا. يا سلام بجد، يعني فيها كنز من الفوائد. الستات دايما بتدور على الحاجة، او الحاجة اللي بتخلي بشرتها اجمل، بتحارب الشيخوخة وبتحمي من التجاعيد. فعايزة ابشركم ان السبانخ بتحمي من التجاعيد، وبتحسن من صحة البشرة ومن مظهرها، وكمان من ملمسها، بتخليها ناعمة كده طول الوقت ومشدودة ونقية، بتقلل كمان من ظهور الحبوب. فيعني احنا عايزين ايه اكتر من كده؟ حاجة بتحمي من التجاعيد، وبتقوي مناعتنا، وبتحمي قلبنا، بتحمي كمان القلب بتساعد ان هي القلب يبقى بصحة قوية. كمان بتساعد على صحة النظر بشكل كبير. يعني الناس اللي عندها مشاكل في عينيها، او يعني بتشتكي دايما ان مثلا الرؤية مش متظبطة او كده، كله سبانخ كتير. السبانخ بتحمي لان فيها فيتامين ايه. فيتامين ايه كلنا عارفين ان هو بيساعد على صحة النظر وكمان صحة الجلد زي ما لسه قايلين. فنعملها بقى بطرق كتير، اعملوها بالطرق اللي تريحكم، مش هنختلف على الطريقة. المهم ان احنا نعملها وناكلها دايما، ونشجع
بعض عليها، ونشجع ولادنا ان هم ياكلوها، نعملها بالطرق اللي تحببهم فيها. وكمان حاجة أخيرة، عايزة أشكر الناس اللي اشتركوا في القناة مؤخرا، يعني بجد انتوا يعني نورتوني وشرفتوني، وأهل المغرب بوجه خاص يعني. تكونوا استفدتوا من الفيديو، وأشوفكم على خير إن شاء الله. مع السلامة.